السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا تاني وسلسلة شرح اللغة المصرية القديمة بخطها الهيروغليفي لطلبة الكليات اللي بتدرس الهيروغليفي من كتاب جاردنر أو من كتاب دكتور عبد الحليم نور الدين. المرة اللي فاتت خدنا كده أساسيات، المرة دي بقى هنتكلم عن الجمل وتكوينها في اللغة المصرية القديمة. أنا عندي أنواع الجمل هم نوعين زيها زي اللغة العربية، وعلى فكرة كتير قوي من قواعد اللغة المصرية القديمة قريبة جدا من اللغة العربية، وكمان استخداماتها في العامية. الجملة عندنا جملة اسمية وجملة فعلية، تمام. طب الجملة الاسمية عندنا في العربي بتبتدي بايه؟ باسم اللي احنا بنقول عليه مبتدأ. طب والجملة الفعلية بتبتدي ايه؟ بتبتدي بفعل اللي احنا بنقول يا فعل ماضي يا فعل مضارع يا فعل امر يا فعل في المستقبل، هي نفس الايه التركيبة. طيب المبتدأ يبقى وراه ايه على طول؟ يبقى وراه خبر. طيب الخبر ده هل ممكن يكون انواع؟ ممكن يكون اسم، ممكن يكون صفة، وممكن يكون جار ومجرور. طيب يبقى انا دلوقتي عندي الجملة الاسمية مبتدأ وخبر. الخبر ممكن يكون صفة، الخبر ممكن يكون جار ومجرور، الخبر ممكن يكون اسم عادي. طيب تعالوا ناخد امثله على الجزئيه دي. قلنا ان انا عندي مبتدا وخبر. طب احنا عندنا في اللغه العربيه دايما بنقول ايه؟ ان الاب في المنزل، او ان الام في المنزل. طيب ان هنا وظيفتها ايه عندنا في العربي؟ تاكيد. طيب بالبلدي كده لما بنروح البيت مثلا ماما بابا جه، ايوه جه. طب ما ممكن تقول جه، ولكن ايوه هنا للتاكيد. اهو احنا بقى هناخد حاجه شبه ايوه دي، اسمها ايه؟ اسمها ايو. ايو هنا بتيجي في بدايه الجمله، ليه؟ للتاكيد ايو. طيب تعالوا كده نشوف. يعني مثلا هنا بيقول لي ايه؟ ايت. ايت يعني اب، الاف هنا مخصص الراجل هنا مخصص. ثاتي الاب وزير. طب انا عايزه لو اكدها هقول ايو ايت ثاتي، ان الاب وزير. هنا المبتدا ايه؟ اسم، والخبر ايه؟ اسم. لما باجي اعربها بقول ايو هي كابيولا او بادئه توكيديه. ايت بقول عليها nominal subject او مبتدا اسمي. ثاتي بقول nominal predicate او predicate. طب ليه بقول nominal؟ لان انا عندي في حاجه اسمها ضمائر، فلما اجي اعرب الضمير هقول ان هو ضمير او خبر ضمير، لكن انا هنا عايزه اقول ان هو خبر اسمي. طيب المبتدا الاسمي والخبر الوصفي، في الحالة دي أنا هقدم الخبر عن المبتدأ. ليه بقى؟ خلينا كده ندي مثال. لو واحدة حلوة، هي بيعلقوا عليها عشان هي ست ولا عشان هي حلوة؟ عشان هي حلوة. طيب يبقى أنا عندي كلمة حلوة أو الصفة دي هي إيه الأهم. لو كاتب ماهر، هو اتعرف عشان هو كاتب ولا عشان مهارته؟ لا، عشان مهارته، يبقى المهارة هي الأهم. يبقى إذا الخبر هيسبق المبتدا. يعني انا دلوقتي لو عايزه اقول ان السيده جميله، هقول ايو نفرت ست. ايو نفرت ست، ان السيده جميله. ان الكاتب ماهر، ايو ايقر سش. ايو ايقر سش، ان الكاتب ماهر. طيب لما اجي هعربها، طبعا انا هقول اول كومنت او التايتل الرئيسي، هقول ان دي nominal sentence او nominal phrase. طيب ايو طبعا بادئه توكيديه او كوبيلا. نفرت هقول عليها خبر وصفي مقدم، وست هقول عليها مبتدا مؤخر. طيب عندي هنا المبتدا لما يكون اسم والخبر شبه جمله زي ما بنقول في العرب. ايو سش امبر. ايو سش امبر، ان الكاتب في المنزل. وهنا بقى هنتطرق الى حروف الجر وانواع. طيب ايه هي انواع حروف الجر؟ انا عندي في الام اللي هي البومه دي تيجي بمعنى في او من او بي او كا او مثل او بمثابه. حناع يعني مع، اللي هي تقدر تقول عليها يعني حناع هنا ممكن تقول ان هي اداة عطف وفي نفس الوقت حرف جر. ان وار الاثنين بمعنى الى، بس الان وراها عاقل والار وراها غير عاقل. ان معناها بواسطة، ودي كده حاجة تانية بتيجي في الجزء الايه المرتبط بالمبني للمجهول.
يبقى انا عندي ام في او من او ك او بي او مثل اللي هي بالبلدي زي هنا مع او ان ار للعاقل، يعني عايزه اقول انسش الى الكاتب، لكن اقول ار نيوت الى المدينه، ار بر الى المنزل. تمام. طيب يبقى انا عندي دلوقتي الجمله الاسميه والخبر الظرفي. طب لما اجي اعربها هقول ايه؟ ايو كابيولا او بادئه توكيديه، سيش مبتدا اسمي nominal subject، الام preposition او حرف جر، بير noun after preposition، وهقول ام بير adverbial predicate يعني خبر ظرفي. عندي هنا رع ام دوات، ان الشمس في الصباح، اعح ام جرح، والليل في المساء او القمر في المساء. دي كده جمله اسميه ودي كده جمله اسميه. دي رع هتبقى nominal subject، ام دوات هتبقى adverbial predicate خبر ظرفي، اعح هتبقى مبتدا اسمي nominal subject، ام جرح هتبقى adverbial predicate. تمام. يبقى انا عندي دلوقتي المبتدا مبتدا وخبر عادي، مبتدا وخبر وصفي، وهنا هيبقى الخبر وراه المبتدا، يعني هنعكس الجمله. عندي في المبتدا والخبر الظرفي او الخبر الشبه جمله. طب تعالوا هنا بقى نرجع لكتاب جاردنر ونشوف الامثله اللي موجوده فيه على انواع الجمل. ايو ان رع اللي هو رع، ام بت في السماء حناع اعح، ان الشمس في السماء مع القمر، او ان رع في السماء مع القمر. ايو دي كده جمله ايه؟ جمله اسميه، اقول عليها نومينال سبجكت. ايو معناها او الاعراب بتاعها كبيولا. رع نومينال سبجكت مبتدا اسمي، ام preposition بت noun after preposition، ام بت adverbial predicate، حنا preposition اعح noun after preposition، كلها على بعضها ام بت حنا اعح كلها هتبقى adverbial predicate، يعني خبر ظرفي او خبر شبه جمله بالعربي بتاعنا. ايو ان كي اخر someone، امبر بن في هذا البيت. طب انا عندي في كلمه هذا وهذه بن وتن، بن وتن الاثنين دول بقى استخدامهم في الهيرو بالظبط زي العاميه اللي هو ده، يعني انا بقول القلم ده فبكتب القلم الاول وبعد كده كلمه ده، الكوبايه دي فبقول الكوبايه الاول وبعد كده اداه الاشاره. هي نفس الجزء في اللغه المصريه القديمه، يعني انا لو عايزه اقول هذا الكاتب هقول سيش بن، هذه السيده هقول ستن، يعني انا جبت الكلمه الاول وبعد كده ايه كاني بقول الراجل ده او الكاتب ده او الست دي. تمام. يبقى انا دلوقتي ايو تمام، كابيولا كي اللي هي nominal subject، امبر هتبقى adverbial predicate، وبن هتبقى administrative pronoun او adjective اللي هي صفة إشارة. تمام. ده كده الجزء بتاع الجملة الاسمية، واستنونا في شرح الجملة الفعلية، وسلام عليكم.